السلام عليكم عشاق الكرة المستديرة. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال فوزا كبيرا في ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024 بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا. كان المنافس هو نجوم الدوري الأمريكي، واستطاع أرسنال الفوز بخماسية نظيفة في أولى مبارياته التجريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعادل أرسنال في مباراتيه الوديتين قبل السفر أمام واتفورد ونور نبرج بنفس النتيجة 1-1. وكان من ضمن فريق النجوم الدوري الأمريكي لاعبين سابقين ومعروفين مثل ريكي بويج الذي سبق ولعب بنادي برشلونة، بالإضافة إلى مهاجم بلجيكا السابق كريستيان بنتيكي. ولم يشارك في المباراة لاعب منتخب مصر وأرسنال محمد النني، حيث لم يكن اسمه متواجدا في القائمة المستدعاة من طرف إرتيتا، ولكن ظهر للمرة الأولى الوافد الجديد الآخر ديكلان رايس القادم من وست هام يونايتد لمدة 26 دقيقة فقط، ولكنها شهدت تسجيل أول هدف من الوافد الجديد من تشيلسي كاي هافيرتز بقميص أرسنال. وسجل أهداف أرسنال في المباراة كل من جابريل جيسوس، لياندرو تروسار، جورجينيو من ركلة جزاء، جابريل مارتينيلي وكاي هافيرتز. وسيستعد أرسنال لمباراته الودية الرابعة أمام مانشستر يونايتد، والتي ستقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة.